بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. ازيك يا احمد؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. تمام. مشكله النهارده هو ولد عنده 25 سنه. ان هو مشكلته ان هو خطب مرتين قبل كده وخطب التالتة. تمام. هو شغال عنده مصنع، عنده قصدي بتاع تجاره في المكن الري وحاجات كده. تمام. يعني ورثها عن والده موجود، يعني بيتعلم، بيشتغل في نفس المجال يعني. والمحافظات مختلفة، يعني بيروح هنا تمام. بيروح الصعيد، بيروح وجه بحري في اسكندرية، يعني بيلف الجمهورية. تمام. أصبح شغله كله متنقل حر يعني. جميل. هو في 5 بنات، هو على 5 بنات، فوالده جوز ال5 بنات. تمام. وقال له أنا عايز أفرح بيك بقى، لازم تتجوز. هو الولد مش مقتنع، صاحب المشكلة. تمام. هو اسمه محمد، فمحمد ده مش مقتنع بفكرة الجواز دلوقتي أصلا. فمع إصرار والده ووالدته وإخواته فوافق وخطب مرتين للأسف. وفي كل مرة كان لأسباب مختلفة كان بيسيب خطيبته دي. تمام. كل شيء اسمه نصيب. في التالتة بقى اللي هي خطيبته الحالية، مقابلاه مشكلة. كانت الدنيا ماشية تمام في الأول، بس قابلته مشكلة. لاحظ إنها بتصمت صمت كئيب. تمام. بتوصله لمرحلة أو لحد الكآبة. هو مش، فبقى متضايق. وهو طبيعته مش كده، اصل شغال في سوق بقى. هو راجل بقى منطلق بيتحرك يعني. بقى، احنا بنقول بيروح الصعيد وبيروح اسكندرية وبيروح في كل، فعايز حرية شوية، عايز حاجة منفتحة شوية. وفي نفس الوقت هو مش عارف يتصرف معاها ازاي ومش عاوز يسيبها. وزاد ان هي برضو اخواته البنات بيشكروا فيها جدا. دي حقيقة. يعني بيقولوا له ان هي مهتميه بوالدتك ومهتميه بينا ومهتميه بيك انت شخصيا. كل اهتمامها اصلا بوالدتك دلاله على اهتمامها بيك. تمام. دي حقيقة. انما هي المشكله اللي مقابلاه دلوقتي، يعني هو بيتكلم على التضاد ده، يعني ازاي ان هي بتتواصل مع والدته كويس وبتخدمها، مش قادره تتواصل معاها شخصيا، شخصيا. ان هي تساعدها لان هي عندها ظروف تقريبا مرضيه، وفي نفس الوقت هي مش قادره فعلا توصل لحاله من التواصل المثمر بينهم. وعندها بقى حاله من يعني ايه الانغلاق، او بتقعد مثلا في القعدات اللي هي بقى بين الخطاب، يعني ما بتتكلمش كتير بتاع الكلام ده كله. تمام. هو بقى يعمل ايه معاها؟ تنصحه بايه؟ يعني يتصرف معاها ازاي؟ والله هو يعني هو خطبها على اي اساس؟ خلينا نقول طيب الخطبتين، الخطوبه الاولى والثانيه اللي هو ما حصلش فيهم نصيب وما كملش فيهم، ايه كان برضه سبب؟ ده برضه من ضمن هو ما وضحش اللي هي المهمه. هو لابد ان هو يجاوب على الاسئله ديت، يجاوب لنفسه على الاسئله. يعني بمعنى نفسه الخطوبه الاولانيه والخطوبه الثانيه، هو طبعا بينتقد خطيبته الثالثه. اعتقد ان هو ساب الاولى والثانيه، ممكن يكون بمحض ارادته، برضه لقى ان في مشاكل معينه او لقى حاجات معينه، او ممكن يكون هو من الشخصيه المتردده شويه، مش من الشخصيات اللي هي ما عندوش استعداد ان هو يطور هو بنفسه من شخصيه خطيبته. خلينا نقول ان اي خطيب عايز يخطب، اكتر حاجه بيفكر فيها الخطيبه اللي هي ايه؟ الخام. تمام. طب عشان ليه انت عايزها خام؟ عشان تشكلها، ومنين انت مش عارف تشكلها؟ المشكله عنده ده بقى. سؤال. هو المشكله عنده لان هو ما قدرش يشكل الاولى ولا الثانيه، اختلق يعني اعذار لنفسه، والصق بعض التهم، او كبر في بعض يعني الخصام او الطباع اللي ممكن ان هي تتعالج، او ممكن الدنيا تمشي، وساب الاولى وساب الثانيه. طب انت راجل ابن سوق، يعني راجل بتحتك بالتجار والتاجر والكلام ده كله، فعندك من الاجتماعيات يعني ما يتيح لك فرصه تشكيل وفرصه تطوير الطرف الثاني اللي هي خطيبتك اللي انت هتعيش معاها طول العمر. يعني ليه ما قدرتش انك انت تعمل كده؟ على بفرضيه يعني ان المشكله كانت ايه؟ ان هو اللي سابه غالبا هيكون كده. طيب الثالثه بقى اللي انت يعني معاها دلوقتي، مشكلتها الوحيده معاك ان انت شايف ان هي يعني مش مدردحه زي ما بيقولوا. تمام. فده طبعا لا، انت بقى تدردحها، انت بقى تطورها، انت تتكلم معاها، انت تحاول
تشوف هي القصور الاجتماعي عندها في ايه، قدراتك بقى انت كراجل يعني احتكيت اكتر واتعاملت اكتر، عندك قدرات اتصاليه اعلى، ممكن انك انت تؤثر فيها بشكل ايجابي اكتر، تحتويها بشكل اكبر. الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا يعني، ودي يعني مسؤوليه الراجل. الراجل المجتمع بتاعنا الشرقي بيتيح له الفرصه ان هو يتواصل اكتر ويتعامل اكتر ويكتسب خبرات ويحتاج. الاب دايما بيدفع ابنه ان هو في اب يطلع ابنه من المرحله الاعداديه والعمل في يعني في سن صغير، ولكن ده بيحصل يعني. فاصبح الولد ده بيطلع من صغره فاهم حاجات كتير، هو عنده قدرات اتصاليه عاليه وعنده قدره على اكتساب الخبرات وقائد راي، يعني يقدر ان هو يبقى عنده راي ويعبر عنه بشكل ايجابي والكلام ده كله. طبعا القدرات الاتصاليه والاجتماعيه دي كلها مش مطلوب ان هو يعني البنت ما يعني في انا مش عايزها مدردنه اجيبها انا واشكلها انا بنفسي. طب شكل هي معاك طب انت هتسيبها وتمشي. دي الفكره. فهنا المشكله انا شايف ان هو من عنده هو يعني المفروض ان هو يتكلم معاها، يشوف ايه اوجه القصور اللي مش عاجباه في شخصيتها يطور منها، ولكن عندها ايجابيات، عندها قراءه موقف ان والدته ست مريضه ومحتاجه رعايه، ولكن يعني شايفه ان هي واجبها على، فواضح انها بتحب يعني. ما تعملش كده واحده ما تعملش كده اي واحده مع حماتها المستقبليه وهي لسه كمان مخطوبه. في واحده تانية خبيثه تقول لك لا انا افرض من الاول من دلوقتي ان انا ماليش في الموضوع ده، وان انا يعني مش مطلوب مني ان انا اخدم حماتي من دلوقتي، بعد ما اتجوز هيشيلوني اكتر من امر واقع وامر مفروض وحق مكتسب وما الى ذلك من الاسباب اللي بتخلي يعني يبقى في فكر تاني في التعامل، او فكر نوع يعني البنت يبقى عندها نوع من يعني التحفظ في النقطه دي. لكن دي مش متحفظه، دي بنت طيبه بتحاول تساعد على قد ما تقدر، بتحاول ترضي خطيبها على طريقتها. فانت برضو حاول يعني خاصه ان ما يعني هل في كتالوج اصلا في وجهه نظرك انت بقى؟ تمام. هل في كتالوج للبنت ثابت كده بحيث ان انت بمعايير فانا هلاقي البنت اللي انا عايزها من 1 ل 10، انا عايز من 1 ل 10. طب لو جالك من 1 ل 5 ما ينفعوش؟ طب ما نسال السؤال بالعكس، هل في معايير برضو للولد او عند الطرف الثاني اللي هي البنت، بما ان لها حق في الاختيار وفي قواعد وفي او يعني اصول او في يعني شروط معينه لابد انها تتوفر؟ هل هتتوفر كلها ولا هيتوفر بعض منها؟ طب هل هيتوفر تتوفر الشروط المقبوله والمهمه يعني عشان خاطر اتمام الزواج وتستحمل بعض الحاجات؟ نرجع برضو للنقطه اللي اتكلمنا عليها في حلقات سابقه في حته ان لازم كل طرف يتقبل الثاني ويعرف انه عنده مميزات وعنده عيوب. العيوب هل انا بقدراتي بخبراتي اقدر ان انا اطور من الطرف الثاني لمصلحتي ولمصلحه العلاقه المقدسه اللي هتكون بيننا بعد كده، علاقه الزواج وعلاقه العمر كله؟ وهل انا عندي قدره ان انا اتقبل عيوبه طالما ان هي في المتناول وممكن ان هي يعني يعني نتخطى بيها الحاجز مثلا ان احنا نكمل مع بعض ولا لا؟ ده مهم جدا جدا. طيب في وجهه نظرك هو ممكن يفسر الصمت بتاعها على ان هي مش بتحبه، او انها او خلينا نقول ان هي كانت مرتبطه بمشاعر عاطفيه مكبوته ناحيه علاقه سابقه مثلا؟ ما هو النقاط دي كلها، العلاقه دي كلها يعني لو حبينا نحط بقى يعني، لو اني انا ما بحبش يعني الاسئله اللي تبقى هتتفرع بقى يعني حاجه تنظيريه بقى. مش هيوصل هو لنبض المشكله، هو نفسه يدخل يروح يسال نظريات سوداويه شويه ان كان في حد في حياتها والكلام ده كله. فين سؤالك عنها وعن شخصيتها وعن الاجواء بتاعت الحياه بتاعتها الاجتماعيه
الاجتماعيه وتربيتها وحتى هي لو كان في حد قبل كده في حياتها، معظم الاسئله دي بتتسال في فتره الخطوبه، في اول الخطوبه. في حد كان في حياتك قبل كده؟ قول لي بصراحه، قولي لي بصراحه، او الكلام ده كله. فبيبدا كل طرف يعني يحاول قدر المستطاع ان هو يبقى صريح. في يعني ناس كتير بتفضل الصراحه في الموضوع ده وبتتكلم عشان خاطر تبقى يعني ايه حاطه النقط على الحروف ومعرفه الطرف الثاني بكل امانه الوضع. فهل هو يعني اجابه على سؤال حضرتك يكمن في التفاصيل؟ يعني هل هو اتكلم معاها وسالها وسمع التفاصيل اللي هي المفروض تقولها لها؟ هو مش مدي نفسه فرصه ان هو يتواصل معاها، هو بينتقدها على طول. حتى هو بينتقدها، يعني المشكله ان هو بينتقدها، بينتقد الفعل بتاعها، مش بيسالها عن ايه الاسباب بتاعت بالظبط. ده بالعكس، ده هو بيحاول كمان يوبخها. انا شايف في توجيه، في نوع من التهكم وفي نوع من الاسقاط والاستعلاء. كل الامور دي كلها يعني لا تستقيم معها علاقه زوجيه مستقبليه. فلابد ان هو بشكل او باخر يكون في تواصل بناء حميمي، في نوع من الاحتواء، في نوع من يعني استيعاب في نوع من الحنيه. يعني يبقى هو حنين معاه، يبقى طيب معاه، يبقى كويس معاه، مش بيتهكم عليها، مش بينتقدها على طول الوقت. الحاجات دي طبعا مهمه جدا جدا يعني في بدايه اي حياه بين يعني زوج وزوجه او خطيب وخطيبته، خاصة بعد ما احنا تقريبا تيقنا من انها بتحبه، لانها بتحب والدته. بالظبط. بتحب ان هي يعني عايزه تساعده برضه، بيقولوا عليها ان الصمت ده ممكن يكون حاجه يعني. دي نقطة ممكن تكون سلبية سنة صغيرة، بس اقدر انا كخطيبها ان انا اعالجها. بالظبط. مش ان انا انهي الموضوع وافسخ الخطوبة. طب انا مش هلاقي حد كامل، ما انا كمان تجربتين قبل كده. تمام. مرة ثانية وست، هخطب الثالثة وهسيب بنفس الطريقة، يبقى انا كده ما عملتش هو بقى مطلوب من الراجل يعني كقائد الاسره لسه بتتبني ان هو دايما يسال نفسه، حتى وهو لسه على البر. يعني ده لسه خطب مرتين قبل كده وما حصلش نصيب، والثالثه في الطريق لانها يعني تكمل او ما تكملش. لازم ان هو يسال نفسه. ما هو السؤال دايما لو كان من منظور احادي، يعني انا بشوف اللي عليا، اللي ليا بس، ما بشوفش اللي عليا. لازم اسال اشوف هل كان في مشكله من عندي انا شخصيا في الخطبتين الاولى والثانيه، وبالتاكيد ده هي المشكله عنده ان هو ما بيواجهش نفسه، يعني او بيحاول يشوف ايه السلبيات اللي كانت ممكن تكون موجوده في شخصيته ويعالجها الاول، وبعد كده يفكر في الطرف الثاني. وهو لو مؤمن بان هو برضه عنده سلبيات في شخصيته او عنده مشاكل او عنده قصور يعني ما في شخصيته، هيقدر من خلالها يعني قدر ان هو يستحملها ويتخطاها. تحاول تتحمل برضه البنت اللي لسه طالعه خام، وانت ابدا اتحمل شويه. دي فرصه على فكره كويسه جدا بالنسبه لي لحد ما تشكلها. بالظبط، لحد ما تشكلها اديها فرصتها، اتكلم معاها، افهم ايه الحاجات اللي هي لسه ما عندهاش خبرات فيها قوي، ومن الافضل ان هي تتطور فيها، زي مثلا التواصل مع الناس التانية، القرايب، الاهل، مش عارف ايه الكلام ده كله. بتبقى في حاجات كتير. يعني في ممكن تكون زوجة عندها ذوق في اللبس، زوجها مثلا الحتة دي عنده قصور فيها شوية، فيقول انا احب اخد مثلا مراتي معايا على طول دايما وانا بختار اللبس بتاعي، عشان خاطر هي عندها نواصق في النقطة دي. هو يعني الحتة دي عنده يعني عدم ثقة في نفسه في قصة اختيار وتنسيق الالوان والكلام ده كله. هنا ده التكاملية اللي بنقول عليها. هو مؤمن بياخد مراته معاه. في زوج تاني يتكبر، يعني يقول لك لا انا واخدها ليه، يعني اشمعنى هي اللي لا انا اجيب حد تاني مع انه عنده قصور. اجيب يعني بالعكس، الحاجات دي بتديها ثقه في نفسها اكتر، ان هي بتكمله في حاجه يعني مش يعني مش مشكله. يعني ممكن الامور تمشي. ان انت ايه المشكله انك تعترف لا انا بثق فيك وبثق في ذوقك. هي بتاخد يعني احساس الاطراء ده نفسه في حد ذاته، والاحساس بالثقه ده بيديها دفعه ان هي تكمل معاه وتحبه اكتر، وتحس ان هي لها دور مكمل في حياته، ما يبقاش فده مهم جدا جدا. فلازم ان هو يركز فيه ان هو يطور من
ما يحسسها ان هي يعني يا محمد ما تتسرعش. بالظبط ما تتسرعش، لان انت واجه نفسك، انت كده المشكله عندك انت مش عندهم بالظبط في الغالب يعني. بس احمد بقى ايه هو اللي اصر على النهايه بالطريقه دي كده، ان المشكله فيك انت مش فيهم. يعني نتمنى طبعا يعني ربنا ما يجيبش مشاكل ولا حاجه، نتمنى ربنا يوفقهم مع بعض، ونتمنى ان هو يعني يفكر عشان خاطر يطور حتى من قدراته على يعني معايشه المشاكل اللي بتقابله، ويحلها مش من طرف واحد اللي هو الطرف الثاني، لا يحلها من ناحيته هو كمان. لان مش معقول ان هتبقى كل مشكله هتواجهك في حياتك هتعالجها بنفس الطريقه اللي انت ايه الحكايه دي مش مريحاني، لا الغي دي خالص. بالظبط. حته الغي دي خالص ممكن تنفع في حاجات بسيطه، انما مش هتنفع في حاجات ان انا الغي حاجه يعني اطلق او ان انا انفصل مثلا عن زوجتي او عن خطيبتي او كده. يعني دي هتبقى عمليه مش ده الحل، مش حل انا اشوف المشكله من الناحيتين يعني، واتقبلها واتفهمها واستوعبها، والحاجات اللي حضرتك اشرت اليها بالتفصيل. شكرا جدا ليك يا استاذ احمد، وان شاء الله كل الشكر يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. الشكر موصول لحضراتكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.